عرفتوا اليوم عندنا الدرس ديال المغرب. غادي نحاولوا نلخصوا الدرس كامل في قل 10 دقائق باذن الله. اول حاجه اللي كنتكلم على المغرب تم الاستعمار ديالو بالضبط في 1912. تم الاستعمار ديال المغرب بما يسمى معاهده الحمايه، واللي كتسمى كذلك بمعاهده فاس او نظام الحمايه، اللي كلهم نفس السميه. اذا المغرب تم الاستعمار ديالو قلنا 1912 وبالضبط يوم الثلاثاء 30 مارس 1912 بمدينه فاس، وهذا هو السبب اللي خلاها تسمى بمعاهده فاس. المغرب فوقاش خدا الاستقلال ديالو؟ خداه 1956. يعني المغرب تم الاستعمار ديالو 44 سنه اللي تقسمت لنا لجوج، 22 سنه 22 سنه. 22 سنه الاولى كانت عندنا فيها المقاومه المسلحه، وهذه المقاومه المسلحه هي اللي غادي نتكلموا عليها. مناطق المقاومه المسلحه، يعني من بعد عندنا المقاومه المسلحه بالضبط في 1912 بعد توقيع معاهده الحمايه في مدينه فاس. كانت عندنا في بعض ديال المناطق. المنطقه الاولى كانت عندنا هي المنطقه ديال الجنوب بزعامه احمد هيبه ابن شيخ من العينين، واللي كانت ضد فرنسا وتسالت الانهزام ديالو في معركه سيدي بوعتمان في 1912. كان عندنا كذلك في اطلس المتوسط مقاومه، وكان الزعيم ديالها هو موحى وسعيد في القصيبه، وموحى وحمو الزياني في خنيفره، وتسالت بمعركه اللي هي معركه هريك في 1914 وانتصر فيها المغاربه. كانت عندنا مقاومه واحده اخرى اللي هي في الاطلس الكبير والصغير، وكان الزعيم ديالها هو عسوب وبسلام، وتسالت لنا معركه بوغافر اللي كانت في 1933. واخر منطقه كانت فيها المقاومه اللي هي الريف، لان كنا المقاومه المسلحه كانت في بعض المناطق الجنوب اطلس المتوسط